لو عايزة تشتري بطيخة وتكون حلوة ومرملة ومسكرة كمان وما تكونش طبعا قرعة، يبقى الفيديو ده ليكي. في الفيديو ده هعرفك ازاي تشتري بطيخة تكون سكر. زي ما انتوا شايفين كده، البطيخة لازم تكون وزنها كبير، يعني وانتي بتشيليها تكون تقيلة. والعنق بتاعها اللي هو الصغير ده يكون داخل في تجويف كده لجوه، يعني ما تحطي عليه صباعك تحسي ان صباعك بيدخل فيه لجوه، ويكون صغير وناشف. وشايفين الخطوط اللي فيها دي، معنى كده ان البطيخة مستوية مية مية. واللدغات بتاعت النحل دي اللي هي كأن البطيخة مقشرة كده، دي بتدل ان البطيخة السكر بتاعها هيبقى حلو قوي، والنحل كمان كده جه خربش فيها. وتكون زي ما انتوا شايفين البقعة اللي هي بتكون بيضة من الجنب دي تكون مش بيضة، يعني تكون مايلة للخضار او البني شوية، يعني ما تكونش بيضة علشان البطيخة ما تبقاش قرعة من جوه. وشايفين اللدعات بتاعت النحل دي، يعني البطيخة كده تمام التمام. وتكون مدورة زي ما قلتلك، ما تبقاش متنية او معرجة. وطبعا كل ما البطيخة بيزيد وزنها كل ما بتبقى مسكرة اكتر. يعني من تبقي وانتي بتشيليها، لو البطيخة 8 كيلو تبقى فعلا في ايدك 8 كيلو. وما تخبطي عليها ما تحسيش بتجويف، عشان ما تبقاش يعني كبيرة من بره بس مفرغة من جوه. شايفين بقى فتحتها كده معاكم وكانت شهد، يعني مش مسكرة، شهد. شايفين الترميلة لما بعملها كده بالسكينة بتعلم كده فيها، كانت مرملة جدا، بذرها قليل، مسكرة، القشرة بتاعتها يعني مش كتير، وكانت حلوة جدا جدا. هي دي بقى مواصفات البطيخة اللي فعلا لما تيجي تشتريها تبقى حلوة، وان شاء الله تعرفي تشتري بطيخة وما يضحكش عليكي فيها. ش- شكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم ليا، ومع السلامة.